السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي. اليوم جبت لكم الفولة، طريقة عمل الفولة. يعني عادة هذه نديروها في الروبات أو فساتين تاع النايلي، وهذا الموديل اللي راهو داير حالة في الانستغرام وفي الفيسبوك. يعني الموديل تاع الفولة، يعني دوك ندير لكم الصورة تشوفوا الموديل. كاينين يعني يدير على طريقتين: طريقة تاع رسم المثلثات وتتبعيها يعني بالإبرة والخيط، وطريقة يعني شوية يعني تدي الوقت بزاف. هذه الطريقة تاع الماكينة هي الطريقة الأسهل يعني، والطريقة كما احنا نقولوا تجي ثاني متقنة. هذا بكري يعني نديروها في الجبات خصوصا تاع التقليدية. شوفوا نجيب يعني السفيفة هذه فيها واحد 9 سنتيمتر، نثنيها على زوج وندير بهذه الطريقة. شوفوا نخدم بالأصابع فقط، شوفوا نطلع نبليسيها. شوفوا كيفاه الطريقة، كيفاش راني نخدم. طريقة سهلة يعني، وتشوفوا هذوك تشوفوها في الفيديو. يخدموا بها لي غوب يعني في كما يقولوا من البدعيات ولا القناضر، نستعملوها يعني تجي روعة. شوفوا الطريقة كيفاه أسهل طريقة وسريعة. تبعوا معايا حتى نهاية الفيديو. شوفوا يعني نخدم بالأصابع فقط، صبع نطلع به القماش وصبع نشد به. شوف يعني نكمل الشريط يعني كامل بهذه الطريقة، ومن بعد نركبه في الموتيف تاعي، الموتيف تاع في لاغوب. شوفوا كيفاه جات يعني. كل منطقة يقولوا لها الفولة، احنا نقولوا لها في المنطقة تاعنا جدوف الكاوكاو، يعني هكذا معروفة بجدوف الكاوكاو. في بعض المناطق يقولوا لها الفولة. شوفوا اخترت الموف هذا مع هذا القماش هذا، ونستفوا يعني نديروه نمشوه على الرقبة تاع الكتان، نديروه بين البطانة والوجه تاع القماش بهذه الطريقة. شوفوا يطلع يعني روعة. إن شاء الله بإذن الله تعالى راح نكمل الموتيف هذا أو الموديل تاع هذه لاغوب، وراح نوريه لكم في المانكا في الفيديو المقبل إن شاء الله. هنا درت لكم طريقة العمل فقط، طريقة عمل هذه الفولة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.